منهم اللي أهلها شيعة وهي على مذهبهم بس بعيدة عنهم زي هيفاء وهبي، ومنهم اللي بيعشق أهل البيت وبيغني ليهم زي وائل جسار، ومنهم كمان اللي فارق الحياة وهو بيقرأ كتاب استشهاد الحسين وشافه قدام عينيه زي الفنان المصري علي الشريف. فتعالوا معي أعرفكم مين هم الفنانين الشيعة في مصر والعالم العربي. أول فنان معانا اعتنق المذهب الشيعي هو الفنان علي الشريف، وده كان بيعبد ربنا بالمذهب الشيعي، وكان بيحب الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وأهل البيت، لدرجة إنه سمى ولاده الستة من زوجته خضرة كلهم على أسماء أهل البيت. فكان عنده أولاد الحسن والحسين وعلي زين العابدين، أما البنات فكانوا فاطمة الزهراء وزينب وأسماء. علي الشريف كان قلبه أبيض من اللبن الحليب، كان الناس كلها بتحبه، بس بسبب إنه شيعي دخل الحبس أكتر من مرة وحصل له كمان مشاكل كتير. اليوم اللي فارق في الحياة كان راجع من بروفة مسرحية عشان خاطر عيونك، وكان جايب كتاب يقرأ اسمه استشهاد الحسين، ودخل نام شوية وصحي قال لمراته أنا خلاص هموت، وفعلا تعب فجأة وقعد يقول يا حسين مدد جاي لكم يا أهل البيت. تاني فنان اتقال عنه انه شيعي المذهب هو الفنان محمود الجندي، وكان طلع عليه من فترة انه منتمي للمذهب الشيعي لانه كان راح وشارك في احياء ذكرى واقعة مشهورة كانت في العراق راح فيها ارواح ناس كتير قوي شيعيين اسمها واقعة سبايكر، لكن هو معلقش على الكلام ده. ونفس الحوار ده طلع على النجم أحمد ماهر اللي اتقال عنه انه شيعي، بس هو طلع وقال انه بيحب أهل البيت الكرام. ومن بعده بيجي معانا الفنان المصري فتوح أحمد، وده برضه طلع عليه كلام انه شيعي وانه بيحضر مهرجانات بتروج للمذهب الشيعي زي مهرجان الغدير، لكن طبعا ده بيفضل مجرد تخمين لأن فتوح أحمد مرضيش يعلق على كل الكلام ده خالص. ومن بعده بيجي دور النجم اللبناني راغب علامة، وده كان طالع عليه كلام كتير إنه مسيحي الديانة، لكن هو من عائلة لبنانية شيعية بس هو مش بيحب يتكلم في مسألة الدين كتير. وبرضه معانا النجم المشهور وائل جسار، وده مطرب معروف في الوطن العربي، وهو مسلم شيعي وله أغاني كتير في حب أهل البيت والرسول صلى الله عليه وسلم. الغريب انه متجوز من ست مسيحية، وده اللي عمل مشاكل بينه وبين أهله بسبب رفضهم الجوازة دي لأنها من خارج المذهب الشيعي ومش مسلمة كمان. ومن الصنف الناعم معانا كمان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، واللي ما يعرفوش ناس كتير ان هيفاء شيعية في الأساس لأن والدها شيعي رغم ان أمها مسلمة سنية، بس هي تابعة لطائفة والدها، لكن هي من زمان مش متواصلة مع أهل أبوها وبعيدة عنهم تماما. وأخيرا معانا الفنانة الخليجية هيفاء حسين، ودي بقى كانت طلعت وقالت إنها من أصول شيعية في الأساس، لكنها دلوقتي معتنقة المذهب السني. أكدت إنها بتحترم كل الأديان والمذاهب عموما، وإن كلها طريقة للوصول لربنا مش للخلاف والمشاكل.